بشكل بشع ومفيش اي تدخل لاي حد الحقيقه، يعني حاجه شايفين سيدات، احنا شايفين سيدات كمان بيشاركوا في القاء الطوب عليهم، لا وقربوا كمان منهم بشكل كبير جدا. يعني دلوقتي بقى المتظاهرين بتوع جماعه الاخوان المسلمين بداوا يقدموا دلوقتي هي عمليات هي عمليات شبه سحل من احد المواطنين. وفي يعني احنا شايفين بعض من اعضاء جماعه الاخوان المسلمين بيعتدوا بالضرب على السيدات، وفي محاوله من شاب لحمايتها من الضرب. هو كمان بيتعرض للضرب لانه بيحاول ان هو يحميها. في تقدم الواضح محمد زي ما احنا شايفين ليهم ناحيه المحافظه. كل ده ولسه ما فيش اي قوات امن ظهرت. بس دي الحملات لسه مفيش اي قوات امن خالص موجوده في قدام المحافظات اللي موجوده هنا المسلمين وموجود هنا متظاهرين معارضين. مفيش اي حد بيحاول الفصل ما بينهم لا قوات امن ولا قوات جيش، يعني الامن منطقي ولا جيش ولا اي حد بيتدخل. طيب احنا اتصلنا زملائنا باللواء سامي الميهي مدير امن محافظة الدقهلية. المفارقة اللطيفة جدا ان سيادة اللواء مدير امن المحافظة لم يصل لمكتبه حتى اللحظة، وبيطلبوا مننا والله يا ريت 10 دقائق يكون سيادة اللواء وصل مكتبه. مدير امن الدقهلية لم يصل لمكتبه حتى اللحظة في ظل هذه الاحداث. هذه السيدة اللي تم الاعتداء عليها وشفنا بعض الرجال المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين وهم بيضربوها. هذا الشاب كان بيحاول حمايتها، نال نصيبه كمان من الضرب. هي الحقيقة كانت متقدمة هي وفتاة أخرى، وكانوا بيلقوا الطوب على يعني مجموعة المتظاهرين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين. شيء محزن الحقيقه، يعني مش حابين يطلع الموضوع وكأن احنا بنتكلم على فريقين، فريق يعني بيضرب فريق ومين بيتقدم ومين بيرجع، وفي ظل حاله من الفوضى في غياب تام لاجهزه الامن، والسيد مدير الامن لم يصل لمكتبه حتى اللحظه. احنا كلمنا الساده في مكتب العلاقات العامه بوزاره الداخليه، قالوا لنا كلموا مديريه امن الدقهليه. كلمنا مديريه امن الدقهليه قالوا لنا سياده اللواء مدير الامن لسه ما وصلش مكتبه حتى اللحظه، اتصلوا كمان 10 دقائق يمكن يكون وصل. لطيف انه سياده اللواء سامي الميهي مدير الامن الجديد استلم فقط بالامس مهام منصبه بعد حركه التنقلات الجديده، واول يوم شغل، اول يوم مهام، اول يوم مسؤوليه في ظل اشتعال الاوضاع في محافظه الدقهليه. ده لم يدفع سياده مدير الامن للتوجه مبكرا لمكتبه حتى اللحظه. دلوقتي الساعه 11:15 ومدير الامن لم يصل لمكتبه حتى اللحظه، ومفيش اي اثر لاي رجل امن او اي قوات امن في الشارع لوقف هذه الاشتباكات المستمره. احنا شايفين سيده وشايفين فتاه كانوا بيشاركوا المعارضين في القاء الطوب بعد ما القي عليهم الطوب بشكل كبير جدا. تقدمنا بشكل كبير وبشكل مفاجئ وجريء الناحيه الثانيه، تم الاعتداء عليهم وضربهم، ودلوقتي يعني هم واقفين في وسط عدد من الشباب والحديث دائر.